7 8 سنين بعدها كنت انا موجود في المانيا اوريدي وعايش هناك ومستقر هناك، وابتديت اخد بالي من حاجه مهمه جدا. ابتديت اخد بالي الفرق شكله ايه وانا بشتغل مع موظفين الاوروبيين او مثلا الاجانب او اي حته او اي موظفين عامه. تمام. وبيكون وعقليتك انت شكلها ايه وانت في المجال الوظيفي مقارنه بالناس اللي موجوده حواليك. مهاراتك شكلها ايه، عقليتك شكلها ايه. ابتديت اخد بالي ان انا معتمد على نفسي اكتر، مش مستني مثلا المدير دايما ياخد بايدي كده في كل حاجه، فحاسس ان انا معتمد على نفسي اكتر. تمام. اشتغلت مع اكبر شركات العالم هنا، وفي نفس التوقيت لقيت ان انت بتناطحهم وبتقدر تتعامل معاهم احسن، يعني عندك مهارات اعلى من ناس كتير منهم بكتير. تمام. ابتديت اخد بالي ان انت مهاراتك اللي انت اتعلمتها ايام زمان وانت سنك 21 والكلام ده كله، اللي هي مثلا ايه، النيجوشيشن او التفاوض. تمام. مع البيزنسز بقى، لان ده اللي كان جزء كبير مثلا من شغلي في التصدير، تفاوض مع بيزنس، ان انا ازاي استقطب عملاء، سيلز اند ماركتنج، الكلام ده كله انت بتعمل كل حاجه بنفسك لان انت ما عندكش تيم كبير لما بتبتدي. فعشان انت كنت داخل في كل الكلام ده وتعلمته من الصفر في سن صغير جدا، وانت اللي بتعمله بنفسك في البيزنس بتاعك، الكلام ده كله والسكيلز دي فضلت موجوده معاك. واقولها بطريقه كده بسيطه، طرحت بعدين بعد مثلا 7 8 سنين لما انت ابتديت تتعامل مثلا في المجال الوظيفي، لانك ابتديت تاخد بالك بالفروقات الشاسعه اللي بينك وبين الناس التانيه في حاجات معينه.